السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير وجمعة مباركة عليكم يا رب. دلوقتي احنا كل يوم والتاني بنتفاجئ ان اليوتيوب بيعمل فينا حاجة. مرة يحذف مشتركين، مرة يحذف ساعات، مرة يحذف مشاهدات واحنا قاعدين ومستنيين، ومرة كمان بيحذف ارباح. تمام. بس برضو في وسط ده كله اليوتيوب كل شوية بيبعت لنا هدية. ايه هي الهدية اللي بعتها لنا اليوتيوب؟ قبل ما اقول ايه هي الهديه، طبعا احب اطمن كل حبايبي وكل اصحابي اللي بيكلموني على الخاص وبيقولوا لي احنا زهقنا، احنا عايزين نقفل القناه، احنا عايزين نسيب القناه. وناس كتير قبل كده قالوا لي احنا عملنا قناه بتاعتنا بقالنا مده واشتغلنا عليها شويه ورجعنا، وقفنا شغل فيها ورجعنا اشتغلنا تاني، بس احنا برضو زهقنا، احنا مش شايفين اي حاجه من اليوتيوب. احب اطمنهم. الاول اليوتيوب هيعمل لنا في 2023 ان شاء الله، نعيشنا وكان لنا عمر السنه الجديده ديت ميزتين حلوين قوي. الميزه الاولانيه ديت اللي هي الفيديو القصير. تمام. الفيديوهات القصيره اللي احنا بنعملها ديت اليوتيوب من اول 2023 هيبدا ان هو يفعل عليها الربح. تمام. انت طبيعي لما بتنزلي فيديو، او حضرتك طبيعي لما بتنزل فيديو، كل الفيديوهات بتاعتنا حتى لو كانت قصيره بتفعل عليها الربح. المفاجاه الجديده بقى اللي هيعملها اليوتيوب 2023 ان الفيديوهات الشورتس الصغيره ديت هيبدا يفعلك عليها الربح زيها زي الفيديوهات الكبيره. فدوت برضو خبر حلو، لان احنا المشاهدات هيحسبها لنا والساعات بتاعتها هيحسبها لنا، لان اليوتيوب ما كانش بيحسب لا المشاهدات ولا الساعات بتاعت، ولا كان متفعل عليها الربح اللي هي الفيديوهات القصيره. من اول 23 ان شاء الله هيفعلوا عليها الربح، وهيبداوا ان هم يحسبوا لك الساعات والمشاهدات اللي هتنزل على الشورتس. دي اول حاجه هيعملها لنا اليوتيوب اللي هي الفيديوهات القصيره. تاني حاجه، كلنا لو فتحنا استوديو اليوتيوب بتاعنا هنلاقي كده حاجه جديده نزلت عندنا، كلمه اسمها كلمه ابحاث. كلكم طبعا شفتوها، واكيد كلكم او معظمكم دخل عليها وشاف ايه كلمه ابحاث دي عباره عن ايه، ومعرفش هو ايه دوت. بصوا يا جماعه، كلمه ابحاث ديت هي الميزه ديت ما كانتش متفعله في الدول العربيه، كانت متفعله بره، لكن كل الدول العربيه ما كانتش متفعله فيها. فاول ما نزلها لنا اليوتيوب دلوقتي، مجرد ان هو نزلها لنا، هي نازله باللغه الانجليزيه. تمام. اكيد طبعا طالما هو نزلها عندنا في الدول العربيه، اكيد من ضمن التحديثات اللي هيعملها اليوتيوب ان هو هيبدا ان هو يترجم لنا الفيديوهات اللي في ابحاث دي. طب ايه ميزه ابحاث واحنا هنستفاد منها ايه، وايه الفايده اللي هتعود علينا؟ اقول لكم ايه الفايده اللي هتعود علينا. الفايده اللي هتعود علينا من ابحاث ان احنا كلنا بنحب نعمل الكلمات المفتاحيه للفيديوهات بتاعتنا، وكتير مننا ومنهم انا طبعا معظم الفيديوهات بتاعتي ما فيهاش كلمات مفتاحيه. تمام. وبنقعد ندور بقى هنعملها ازاي، ونخش على الفيديو الفلاني ونخش معرفش لمين عشان نعرف نجيبها ازاي، ونقعد نبحث ونعمل. لا، كلمه ابحاث دي خلاص، الميزه ابحاث اللي هي نزلت دي هتوفر علينا ده كله. هتنزل دلوقتي، هي دلوقتي موجوده طبعا بس باللغه الانجليزيه. اللي مش هيعرف طبعا يترجم الحاجات ديت، اقول لكم انتظروا 2023 كل الكلام ده هيترجم. يعني مثلا حضرتك حبيتي مثلا هتعملي وصفه معينه مثلا، او عملتي مكرونه بشاميل او بيتزا او اي نوع وصفه من الوصفات اللي احنا كلنا بنعملها، هنخش في ميزه ابحاث دي ونفتحها ونكتب عندها كده فوق مثلا طريقه عمل مكرونه بشاميل، هيجيلك 100 كلمات مفتاحيه انك انت تاخديها، ويقول لك الكلمه دي على بحث قد ايه. كل الحاجات اللي احنا بندور عليها في الفيديوهات بره، لا هي بقت متوفره عندنا احنا في الاستديو اليوتيوب بتاعنا. على القناه بتاعتنا تخشي الاستديو بتاعك تدوري على اللي انت عايزاه وتاخدي الكلمه تحطيها. طيب اللي هيعرف يترجم دلوقتي وعايز يستخدمها، هقول لحضراتكم تستخدموها ازاي. انت مثلا دلوقتي فتحتي ابحاث ولقيتي مثلا فيديوهات بالانجليش انت مش عارفه ايه هي ايه، يعني انت شايفه الوصفه بس دوت اللي انت عايزه تترجميه دوت، عايزه تاخدي الكلمه دي وتترجميها، هتبداي انك انت تاخدي الكلمه دي نسخ وتخشي بيها على جوجل ترجمه تترجميها، وبعد كده تاخديها تحطي، هيطلع لك طبعا اسمها ايه، هتاخديها تحطيها عندك على الوصفه بتاعتك اللي انت عايزاها. تمام. طب انت عامله حاجه معينه وانت عايزه تبحثي عنها في ابحاث وهي لسه زي ما هي كده، هتخشي على جوجل ترجمه تكتبي بالعربي مثلا طريقه عمل مكرونه بالبشاميل، وتاخديها نسخ هتطلع لك بالانجلش، تاخديها نسخ وتخشي تحطيها على ابحاث، هتروح جايبه لك البحث اللي انت بتدوري عليه، ويقول لك الناس بتبحث عليها في قد ايه، وايه هي الكلمه اللي تاخديها. هتاخدي بقى اعلى حاجه فيهم عليها نسبه بحث وتاخديها تنقليها تعمليها نسخ برده، وترجعي بيها على جوجل ترجمه وتبداي تحطيها ليكي ماشي كشرح او عنوان للفيديو بتاعك.
طب انت مش هتعرفي تعملي ده كله، يبقى ننتظر كلنا كده ان شاء الله 2023 سنه جديده علينا ان شاء الله. ربنا يعوضنا على الايام الصعبه اللي احنا شفناها في 22. ربنا يجعلها سنه سعد علينا واولادنا كلهم ينجحوا، وربنا يبارك لنا يا رب في اولادنا، وما نشوفش شر في اي حد، ويخلي لنا اهالينا كلنا واحبابنا. فننتظر كلنا ان شاء الله ل 2023 ان شاء الله تكون سنه خير. اليوتيوب هيهدينا الهديتين دول، هديه ابحاث اللي هي السيو بتاعت لان في واحده من حبايبي سالتني يعني ايه السيو ديت. هي ابحاث هتعمل لنا الميزه ديت. ابحاث يعني هتبقى هي الميزه ديت بتاعت اليوتيوب. تاني حاجه ميزه الفيديوهات القصيره هيتفعل عليها الربح زي ما قلت لكم في اول فيديو. فكلنا ان شاء الله كده تكون سنه داخله علينا بامل وبخير وبتفاؤل، ربنا ما يجيش فيها حاجه وحشه ابدا ابدا. واقول لكم كده ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا كلنا، وننتظر ان شاء الله اليوتيوب هيبعت لنا هدايا حلوه كتير. اليوتيوب يا جماعه سياسه اليوتيوب عايزه نفس طويل، عايزه انك انت تطولي بالك شويه، انك انت ما تزهقيش. وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمنا كلنا باذن الله. وحبايبي اللي بيقولوا احنا هنقفل قنواتنا احنا زهقنا، اطمنكم اقول لكم لا، انتظروا الخير جاي ان شاء الله. واليوتيوب عايز سياسه النفس الطويل، وان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله باذن الله باذن الله. كل ما انت هتدي وتتعبي ان شاء الله ربنا مش هيضيع تعبك. ان شاء الله كلنا ربنا هيجازينا خير على تعبنا باذن الله باذن الله. انا واثقه باذن الله ان احنا ان شاء الله كلنا قنواتنا هتكبر تبقى من القنوات الكبيره. فيا رب اكون قدرت ان انا افيدكم في الفيديو بتاعي دوت، واكون ضيفه خفيفه على قلبكم، واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.